مرحبا بكم. مؤخرا صدر مشروع القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. هذا القانون جات فيه واحد المادة صادمة، هي المادة المتعلقة بالحبس من 2 ل5 سنين لكل شخص يروج لإشاعات تشكك في نزاهة الانتخابات. دابا الإخوان، أنا ما بغيتكمش توقفوا بزاف عند هاد قضية 2 ولا 5 سنين. أنا بالنسبة لي راه يتحبس غير شهر غير نهار بهاد التهمة راه مشكل، ماشي تا 2 ماشي تا 5 سنين، لأن 5 سنين وعامين طبعا هادو عقوبات قاسية. علاش؟ لأن المشكل هنا كيفاش غتكيف الإشاعة في السياق الانتخابي. راه مشكلة هادي، مشكلة. راه دابا الإخوان نعطيكم مثال. دابا واحد الشخص دارت الانتخابات وجا هو وشاف امور ماشي هي هذيك في الانتخابات دازت وما عنده حتى دليل. هو غير شاف كمواطن شاف امور دارت، شاف فلوس توزعات، شاف مجموعه الامور، ولكن هو ما عندوش دليل ملموس، راه ما عندوش. غيجي مثلا في واحد المنشور في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في هذا وغينشر مثلا ولا في تعليق. دابا انا راه في تعليق تقدر تمشي عليه الحبس تعليق. وجاو قال مثلا ان العمليه الانتخابيه كانت غير نزيهه وشابهت توزيع الاموال وكذا وكذا وكذا. هذا دابا عنده انطباع ما عندوش عليه دليل، ولكن هو انطباع من خلال الملاحظه ديالو، ولكن هو راه غير انطباع نفسي بان العمليه الانتخابيه ما كانتش نزيهه. دابا هذا تصيفطوا للحبس تاهو، راه مشكله. والسؤال الاعمق، كيفاش غيثيقوا لك الناس في العمليه الانتخابيه دابا وانت مسبقا كتسبق لهم بحال هاد القوانين؟ دابا وزاره الداخليه فاش بدات المشاورات راه قالت للاحزاب السياسيه انها باغا العمليه الانتخابيه تكون نزيهه، وبغاو يرفعوا مستوى المشاركه ديال الناس في الانتخابات باش ما يكونش العزوف، بغاو الشباب يشاركوا كمرشحين الى غير ذلك. دابا كيفاش الناس، دابا هذا الجو اللي كتخلق كيفاش غيخلي الناس تثق في العمليه الانتخابيه؟ انت مسبقا كتقول لهم ما تشكوش في العمليه الانتخابيه بشكل مسبق. الا كتقول له مسبقا ما تشككش في العمليه الانتخابيه، اذا هو هنا اش غيقول لك؟ غيقول لك اذا انت عندك نيه مبيته انك باغي دير شي حاجه، والا ما كنتيش غدير بحال هاد النص، كنتي غتفكر في صياغ اخرى اكثر زعما ليونه. حتى العقوبات كان ممكن تكون عقوبات بديله. علاش دابا انت في حاجه متعلقه بالنشر وبهاد الامور هذه ما درتيش عقوبات بديله هنايا ولا ما درتيش؟ اذا كيطرحوا اسئله بصراحه. عاد من جهه اخرى الاخوان، هاد الاجراء هو بصراحه انا اللي بان ليا ملي بقيت كندورها في راسي، اللي بان ليا هو ان وزاره الداخليه اللي بان ليها ان خصوصا من خلال هذه الازمه ديال جيل زاد ان الاعلام المغربي ضعيف. الاعلام المغربي ضعيف وما قادش يقوم بالدور ديالو ف نشر ما بقاش عنده تاثير بهذا المعنى، ما بقاش عنده تاثير على الناس. الناس ولات كتستقي المعلومه من وسائل التواصل الاجتماعي، من الصفحات، من مجموعه البلايص، ولكن ما كتستقياش بالضروره من وسائل الاعلام التقليديه. وهذه القضيه هي بصراحه راه اشكاليه، وكان يفترض ان وزاره الداخليه تمشي تحاول تشوف مع وزاره الاتصال ولا شي حاجه باش يتم اصلاح المنظومه الاعلاميه في المغرب. هذا هو اللي كان خصو يوقع، هذا هو اللي كان خصو يوقع. في نظري وزاره الداخليه مشات للحل السهل. الحل السهل هو انني نعاقب كل واحد غيقول شي حاجه، ولكن واش هذا كيعني ان هذا حل على المدى الطويل؟ لا، بالعكس، هذا يقدر يكون حل مرحلي في الانتخابات وداك الشيء، ولكن على المدى الطويل غيخلق لنا اشكال اخر ديال اننا احنا كاع غندوزوا هذه الانتخابات والانتخابات اللي جايه والانتخابات اللي موراها. ما يمكنش نبقاو غاديين هكا، ما يمكنش نبقاو غاديين هكا. جا الوقت باش العمليه الانتخابيه تنظم بشكل مقاد، وجا الوقت باش، راه قلتها في واحد الفيديو سابق، باش وزاره الداخليه والدوله والشيء والناس المشرفين على هذا الشيء يفهموا بان الانتخابات هي الحل الوحيد باش يثيقوا الناس في المؤسسات من جديد.
الا درنا انتخابات نزيهه وحره وشفافه راه غنخليو الناس ترجع تثيق. ولكن راه الا ما كانتش الانتخابات حره ونزيهه، عيا ما تقول للناس هاد الهضره ديال اللي روج الاشاعات غيمشي للحبس وهاد الهضره كامله. اوكي، يقدروا الناس يسكتوا، ولكن الانطباع النفسي اللي عندهم ديال ان الانتخابات ما مزياناش والثقه اللي تهرسات في الداخل ديالهم في هذا الشيء كامل، راه حتى حاجه ما غتمحيها. وإلا ما تمحاتش ما درنا والو، شي نهار غيوقع علينا شي انفجار ثاني واحد اخر. لكن الناس سلكنا من هذا الشيء ديال الجيزاد ودوزناه، راه دوزناه فقط لان المغاربه مازال كيامنوا بالاستقرار. ولكن الى متى سنراهن على هذا؟ الى متى؟ يقدر واحد الوقيته يجوا المغاربه ويقول لك انا ما بقيناش باغيين هذا الاستقرار كاع، ديك الساعه غنولوا في اشكالات اخرى. اذا خاص الناس تستوعب ان الحل دابا خاصو يكون حل جذري وليس حل ترقيعي. تبارك الله عليكم الاخوان، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.